انا ما كنتش متخيل ان الكبده السوداني تبقى بالجوده العاليه دي. انا عايز اقول لكم، انا فاكرين لما كنت بقول لكم الكبده الامريكي دي احسن من الامريكي، وطبعا احسن من البرازيلي ب 100 مره، والهندي كده كده مش هينفع نجيبها. فجودتها عاليه جدا، الترانش متماسك قوي وماسك نفسه قوي. وانا هجربها على الكبده ام رده عشان اشوف جوده الكبده فيها، مش هشوحها بسمنه. فانا جبت شويه توم محترمين مع قرنين فلفل شطه، مع شويه كزبره ناشفه، مع شويه كمون، وسنه شطه اللي حابب يحط شطه، مع الملح. ودي التتبيله بتاعتي. احط بقى ايه الزفاره بتاعت الكبده بالليمون والخل. الكبده ما بتتغسلش، الكبده ما بتتغسلش ولا بتتنقع في لبن، عشان موضوع اللبن ده يا جماعه يعني ترند طالع كده، وهو بصراحه ملوش اي لازمه. ادي الكبده زي ما انتم شايفين اهي، ونزلت عليها بالدقه اللي انا عاملها، وهحطها في التلاجة مش اقل من نص ساعه. بصوا يا جماعه، انا بقلب في الكبده ازاي برهقه عشان اشوفها هتدوب مني ولا تتقطع ولا تتفرول. مفيش الكلام ده نهائي، عشان كده انا بقول فعلا جيده جدا جدا. طيب، ادي كوبايه الرده، هنحط كوب وربع من الرده قدهم دقيق، يبقى عشان الكبده تطلع معاها فاتحه الرده بتحط لها دقيق. ودي يعني اول تركه من تركات الكبده المرده بتاعت المحلات المشهوره، هو الدقيق اللي بيفتح معانا الرده، وبالتالي بيفتح معاكي الكبده. خلاص كده. طيب انت بتحط توابل على الكبده، على الرده وعلى الدقيق؟ انا ما بحطش توابل خالص، هو مجرد الخليط دقيق، رده، فقط لا غير. خلاص كده. هبتدي بقى انا هقليها، قعدتها في الدقه نص ساعه في التلاجة، وعقبال ما الزيت يسخن بعفرها بالدقيق قدامكم كويس جدا زي ما انتم شايفين كده، وبضغط عليها والترانش مازال ماسك نفسه، يعني هي حلت من التلج وماسك نفسه. فعشان كده انا بقول هي جيده جدا، لان البرازيلي مش كده خالص خالص. وانا على طول بجيب الحاجات دي عندي في البيت، لان هي يعني ايه، سعرها رخيص. وبص الطرنش ده كبير، بقطعه بالسكينه ماسك نفسه كويس جدا. لا بجد ممتازه ممتازه. وبنزل بيها في الزيت. طب بتتباع فين بقى؟ عشان بسرعه بسرعه كده، انا بجيبها من الكشاك بتاعت القوات المسلحه، بتبقى في الطبق الاسود ده يا جماعه، او طبق ابيض كده. خلاص، واسعارها يعني على قد الايد. وبيبيعوا لحمه سوداني والكبده سوداني. انا ما جربتش اللحمه، انا جربت الكبده ولقيتها ممتازه. بص في الآلية متماسكه ازاي يا جماعه. بصوا بصوا الكبده عامله ازاي، الله جميله جدا جدا. يعني السماكه بتاعت الترانش، التقطيعه بتاعتها ممتازه، متقطعه بصنعه قوي. والكبده نفسها جيده، مش بقالها شهور في التلج فطالعه مفروله. لا ابدا ابدا، مفيش الكلام ده. وانا بطلعها من الزيت اهي ماسكه ماسكه نفسها كويس جدا. اللون بتاعها فاتح عشان طبعا انا حاطط على الرده دقيق. شكلها جميل جدا، طعمها بقى الله وكيل تحفه، خطيره قوي قوي قوي. انا عايزكم تجربوا الكبده السوداني دي وتقولوا لي رايكم. وبديل البرازيلي اللي كانت مفروله ومش عاجبه الناس، وطبعا الامريكي مش موجوده، وكده كده لو موجوده احنا في مقاطعه مش هنجيبها. خلاص. انا طلعتها بقى ورشيت عليها شويه الكزبره الجمال، لان الكبده بالرده التابل الاساسي فيها الكزبره وسنه الكمون. بصوا شكلها جميل قوي. وهقطع دلوقتي حته قدامكم. بصوا بصوا تخنوا شريحه الكبده عامله ازاي يا جماعه، بصوا عامله ازاي. الله اكبر، خطيره قوي، جميله جدا. فجربوها، وقولوا لي رايكم في الكومنتات في الكبده السوداني.